تم تأجيل النظر في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني من قبل غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف طنجة إلى جلسة يوم 4 يوليوز المقبل. وقررت الهيئة القضائية تأجيل بدء محاكمة المتهمة الأولى في القضية حتى يحضر ولي أمرها أو نائب عنها بشكل قانوني ومقرب من أفراد عائلتها. وقدم دفاع المتهمة طلبا لهيئة المحكمة لإدخال منظمة مدقش ولدي كطرف مدني في القضية، وذلك بسبب الشبهة المرتبطة بمحاولة الهالك اغتصاب قاصر. ومع ذلك رفضت المحكمة الطلب بسبب عدم وجود تهم بالاغتصاب في الملف. وتجري متابعة المتهمة القاصر بتهمة الاشتباه في ارتكاب القتل العمد وجناية السرقة، في حين يتابع أحد أقارب الفتاة بتهمة إخفاء مسروقات. وتعود تفاصيل الجريمة المروعة التي صدمت الرأي العام الوطني والمحلي في مدينة البوغاز إلى نوفمبر من العام الماضي 2022، عندما تم اكتشاف جثة الضحية أنور العثماني في شقة سكنية يعيش فيها بمفرده في حي مسنانة. وقد تعرضت جسده لعدة طعنات في الأطراف العلوية، ويشتبه في أنها ناتجة عن هجوم بأداة حادة.